ويني؟ عندك خلاص. تطلع مع ناصر. طب روح البس. لا يحطوا هذا التلفزيون. السلام عليكم. لا سبحان الله يعني أستاذ أبو داود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدسة مراسل الجاليات العربية في الدنمارك أبو الأمين عرب الدنمارك مع أبو داود. أولا أعظم الله أجركم جميعا. نشكر طبعا جميع الحضور الذين حضروا لصلاة الجنازة. ممكن بس توجه لنا رسالة إنه من هم الجنازات اليوم؟ كم جنازة؟ والله اليوم أخي أبو الأمين في أكثر من جنازة، في طفلين ورجل. نعم، من مختلف الجنسيات. نعم. ما بعرف جالي هذيك مقدونية ولا ما بعرف يعني بالضبط. في أكثر من جنازة اليوم، رحمهم الله جميعا. بارك الله فيك. عظم الله أجرهم جميعا. طبعا الله يصبر أهاليهم وندعو بالرحمة. أخ رزق، أخ رزق. هاي أبو داود. تعال يا أبو الأمين. بدهم ياخذوا ساعة. أكيد. شوف. بيت الأجر وين يا حاج إبراهيم؟ أبو عيسى. مسجد النور. أي ساعة؟ على الساعة السادسة بعد صلاة المغرب للساعة قديش يعني بعد العشاء؟ كم يوم؟ يوم واحد. بس يوم؟ أعتقد يوم واحد. طيب ماشي، احنا ان شاء الله سنعلن ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ممكن يومين يا سيدي، احنا بنتحقق من الامر. أيها المشاهدون الكرام، كما عودناكم أننا ننقل إليكم جميع الأحداث التي تهم أبناء الجاليات العربية والإسلامية في العاصمة الدنماركية بمحطاتنا ومراسلونا، وهي عرب الدنمارك، وأيضا محطة شهاب المتواجدة الآن معنا. ها نحن الآن من أمام مسجد الوقف الإسكندنافي، وهو المسجد المتعارف عليه، وهو المسجد يعتبر الأهم والأكبر في العاصمة الدنماركية، حيث يشهد جميع صلوات الجنازات وأداء الخطب وتسجيل أيضا الخطب يوم الجمعة بحي وبث مباشر لجميع أبناء الجاليات العربية، حيث نقوم بتغطيتها. السلام عليكم حبيبي جمال. السلام جمال. طبعا أبو خليل هو مراسل محطة شهاب، ونحن نعتز أن نتواجد معه في هذه اللحظات. ممكن تشرح لنا فقط كم عدد الجنازات اليوم؟ الحمد لله رب العالمين.
اليوم كان في 3 جنازات لرجل وطفل ورضيع أو طفل لسه مولود. الله يرحمهم ويصبر أهليهم، وهذا كنا إلى هذا المصير. ممكن بس تشرح لنا يعني من أي الفئات، من أي أبناء الجاليات هؤلاء الثلاثة؟ يعني الجاليات الفلسطينية. الثلاثة من الجالية الفلسطينية. نعم. وليست أحدهم صومالية مثلا؟ لا. الثلاثة من الفلسطينيين اللي أعتقدهم، أنا متأكد من الرجل الكبير من هو الرجل الكبير يعني؟ مي قاسم خطاب من لبنان. نعم. فلسطين لبنان. أي ساكن وين؟ في أي منطقة في كوبنهاجن؟ أعتقد في روسكيلي ولا هاي المناطق. خارج كوبنهاجن. خارج كوبنهاجن. وفي والشاب والطفل اللي هو من آل صبيح. آل صبيحي من الأردن. نعم. إدريس عمر. الطفل الصغير يعني مش عارف من مين، ولكن نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة لأهلهم. بارك الله فيك، إن شاء الله في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا أبو خليل، مراسل طبعا محطة إشهاب الذي تبث إلى الفضائيات الفلسطينية وإلى أيضا الجزيرة. ها نحن من موقع الحدث أيها المشاهدون الكرام، كما عودناكم في كل جديد نحن مراسلون نهتم بأخبار أبناء الجاليات، نبث للجميع طبعا قبلها بيومين يكون عندنا المعلومات الكافية عن موعد الجنازة واسم المتوفي، وننوه للجميع الرجاء الرجاء الخاص أيضا أن ترسلوا إلينا صورة المتوفي أو المتوفية إن كان ذكرا أو إن كانت أنثى، حتى يتعرفون هؤلاء الذين يقومون بتأدية الصلاة على هذا المتوفي، ويقومون أيضا طبعا بتوزيع الإعلانات لبعضهم البعض بعد أن يشعرون أنهم عرفوا هذا المتوفي. هذه الجنازات الثلاثة أهاليهم أيضا يقومون بالذهاب إلى مقبرة برومبي لطبعا تأدية الدفن، مراسيم الدفن التي تكون بعد صلاة الجنازات. وإن شاء الله رب العالمين يكون هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما متاع الحياة الدنيا إلا في غرور. صدق الله العظيم. ندعو لجميع موتى المسلمين والمسلمات أينما كانوا بالرحمة، وندعو أهاليهم أيضا بالصبر والسلوان، ونقول إن لله وإنا إليه راجعون. ها هو طفل بعمر أيام، وطفل أيضا بعمر 3 سنوات، ورجل بعمر 80 عام. الموت واحد، الأسباب متعددة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تابعونا مراسل الجاليات العربية والإسلامية في الدنمارك أبو الأمين. تابعونا على الفيسبوك عرب ديكو، على اليوتيوب عرب ديكو أيضا. اعملونا سبسكرايبس، هذا واجبنا. هذه طبعا رسالتنا أن نقوم بإعلام جميع أبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومن لم يعلم فقد علم أنه يوجد مراسل ينبه جميع أبناء الجاليات العربية والإسلامية في حين وصوله أي حدث، أي خبر أو أي تغطية يقوم بالواجب نخبرهم حتى تسقط الحجة على الجميع. فمن يريد أن يعزي في أخونا عمر الصبيحي في مسجد النور اليوم بعد صلاة المغرب، وهو 2 من يناير 2018 بعد صلاة المغرب، فطبعا يذهب ويكون طبعا مشكورا ويكسب الأجر والثواب. نعم، نحن نشكر جميع الحضور الذين قاموا بتأدية الصلاة، وطبعا سماعهم لهذه الدعوات والنشرات الإخبارية التي نعلنها كل يوم. ونحن طبعا نتابع جميع أبناء الجاليات العربية في أحداثهم، ونقوم ببثها للجميع، حيث نخبرهم وأنه الحمد لله رب العالمين أنه تلقينا أعداد كبيرة بالمئات بعد أن أعلنا عن
وفاة الطفل إدريس عمر السبيحي على التواصل الاجتماعي. المئات يكتبون رحمه الله رحمه الله، صبر أهله، اللهم صبر أهله، اللهم اجعله يعني طير من طيور الجنة، وهكذا أدعية. فأنتم الكسبانين، وكل من يترحم وكل من يرسل لأصدقائه هذه الأخبار وذكره بخير فله الأجر نفسه. حتى يعني أزف لكم خبر صار أن من كان له رغبة بالحضور لأداء صلاة الجنازات أو الجنازة في المسجد وأقعده إما المرض وإما العمل فله نفس الأجر، له نفس الأجر. فأيها الأخوة، وأنت جالس في منزلك ترحم وادعو للميت، وطبعا ستتلقى نفس أجر الذي ذهب إلى تأدية الصلاة. هذا ما كنت أوصله لكم. وطبعا أنا في كل تغطياتي تكون فيها نوع من الموعظة ونوع من طبعا اللي هي سبب الأحداث التي أقوم بتغطيتها. لا أكون مكتوف الأيدي، بل هذه الثقافة أن المراسل يكون متعلم، حيث أن اتهمني بعض الأخوة المشاهدون قال لي أنك تقرأ عن ورقة وأنك تحضرها وأنك تقوم بدراستها وأنك طبعا هذا يعني يضحكني، لأنه المراسل هو يعني يكون طبعا عنده إلمام كبير في طبعا حمل هذه الرسالة. لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن سماعكم، وتابعونا على رابطكم على الفيسبوك. دمتم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخوكم أبو أمين. لا تنسونا من صالح دعاءكم. 2 يناير 2018 الثلاثاء. السلام عليكم.